اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي مطبخ تستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو النهارده مفاجاه وتحدي. هعمل فيه ضيافه عربيه بلمسات مصريه. عامل معاكي النهارده معمول مد بالتمر، ضيافه عربيه جميله كده، بس هعملها بقى بالتاتش المصريه. تابعي معايا الفيديو، هعمله معاكي من الاول خطوه بخطوه. بس الاول انزلي اعملي لايك على الفيديو واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. اول حاجه كده هنبدا نجهز العجوه او التمر. انا بحب اشتري البلح سليم كده واغسله في البيت عندي وانضفه على ايدي واطمن انه قلبه نضيف من جوه مفيهوش اي حاجه. انا معايا هنا ده كان كيلو الا ربع تقريبا من البلح اللي هو الرطب ده او التمر الطري. غسلته بميه دافيه وصفيته كويس وبفصصه، بشيل النوى منه وبتاكد انه نضيف من قلبه مفيهوش اي حاجه. بعد كده بفضيه في طاسه تكون واسعه كده على قد كميه البلح، اقلب فيها براحتي. بحط له معلقه قرفه وبحط له معلقه ونص سمنه. ده كيلو الا ربع هياخد معلقه ونص سمنه، وبهرسه كده على البارد الاول، وبعدين برفع الطاسه على النار واهرسه على النار وهو بيستوي. بسوي البلح كويس وبخليه يشرب لو في اي سوائل. بعد كده باخده وبضربه يا اما في الكبه يا اما بالهاند بلندر. بنعمه خالص يبقى شبه العجوه اللي بنجيبها جاهزه من السوق. بعد ما بضربه بالهاند بلندر حبه حلوين كده وافرمه وانعمه كويس قوي، برجعه تاني على الطاسه واديله تسخينه كمان شويه على النار عشان اتاكد ان ما فيهوش اي سوائل والعجوه بتاعتي تبقى طريه وناعمه ما فيهاش اي حاجه. بفضيه بقى من الطاسه في طبق تاني بقى علشان يبرد، وبحطه في التلاجة علشان يجمد ويمسك نفسه. الطبق اللي هعجن فيه هحط فيه نص كوبايه سكر. انا هسيب لك المقادير تحت في صندوق الوصف بالجرام، وانا هتشتغل معاكي دلوقتي بالكوبايه. حطيت نص كوبايه سكر تقريبا 100 جرام، وهحط عليهم كوبايه ونص سمنه على زيت، وتشكلي براحتك الكميه. الكوبايه ونص ما يعادل تقريبا 250 جرام سمنه على زيت. حطي بقى 100 سمنه على 150 زيت، او العكس، حطي المقدار كله سمنه او المقدار كله زيت براحتك خالص. وبقلب السكر مع السمنه كويس قوي لحد ما يدوب السكر معايا. وبعد كده بنزل عليه ب 50 جرام لبن بودره، اللي هم تقريبا 3 معالق لبن بودره كبار من معلقه الاكل. حطيت كمان معايا كوبايه ونص لبن حليب، ده بشتغل بيه طول ما انا بعجن. لو حسيت العجينه ناشفه معايا بديها شويه بشويه. انا حطيت دلوقتي تقريبا نص كوبايه وبقلب، وحطيت معلقتين فانيليا، وبفضل طول ما انا بحط المقادير بتاعتي بقلب علشان السكر يدوب. انا حطاه سكر خشن مش بودره فلازم يدوب معايا قبل ما انزل عليه بالدقيق. بعد كده نزلت عليهم بمعلقتين كبار عسل نحل تقريبا 20 جرام. عسل النحل هنا بيظبط لي قوام العجينه، كمان بيديها لون حلو قوي بعد السوا. هو مش اساسي، ممكن تحطي بداله معلقتين كبار من عسل الحلويات التقيل اللي هو شربات الحلويات التقيل لو مش موجود عندك عسل نحل. وبفضل اقلب في الخليط ده لحد ما ينعم معايا وتحسي انه تقيل شويه كده، بس السكر اللي حطيناه كله يبقى داب مفيش منه اي اثر. كده انا جهزت الخليط السائل بتاع العجينه بتاعتنا النهارده. اركنه بقى على جنب واجيب الدقيق اجهزه. معايا هنا 500 جرام دقيق، نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، دقيق ابيض عادي، 4 كوبايات دمج الشاي، وهحط عليه ظرف بيكنج باودر اللي هو بيبقى 16 جرام العادي ده. خلاص كده هنزل عليهم ب 125 جرام من دقيق السميد الناعم اللي هم تقريبا كوبايه الا ربع. رشه الملح بقى السنه بتاعه العجين، وقلبي كل الحاجات دي في بعضها عشان الدقيق يدخل مع بعضه، السميد مع الدقيق الابيض والملح والبيكنج باودر، وبقلبه كويس قوي. وبنزل بيه بقى على الخليط بتاع السمنه والسكر اللي عملناه في الاول. قلبي بقى بالسباتولا كده شويه حلوين لحد الدقيق ما يشرب السمنه. المعمول المد او المعمول عموما بيتعجن بدقيق سميد صافي، ما بتحطلوش دقيق ابيض، بتحطي دقيق سميد على درجتين، دقيق سميد ناعم جدا ودقيق سميد وسط. بس انا اختصارا للوقت خلطت بين الدقيق السميد وبين الدقيق الابيض العادي، لانك لو عجنتي بدقيق سميد صافي لازم بتركني العجينه على الاقل 12 ساعه ترتاح والدقيق السميد يشرب السوائل والسمنه والحبايه تتفتح معاكي وتطرى. اول ما بحس ان الدقيق شرب السمنه كلها وتغلف كده كويس بخليط السمنه والسكر اللي عملناه، بنزل بايدي بقى وبشيل السباتولا وببدا اجمع العجينه. انا هنا ما بعجنش، ده نوع من انواع البسكوتات يعتبر او الكحك، انا ما بعجنوش خالص. لو عجناه العجينه هتعضم منك وتعمل عرق وتنشف. انا بجمع العجينه بايدي كده، باخد من تحت لفوق عشان لو في دقيق فايت من السباتولا ولو في سوائل تحت من السمنه والسكر بجمعهم على بعض. العجينه بتبقى طريه وما بتلزقش في ايدك. العجينه بتاعتي فيها دقيق سميد، انا بمسكها بايدي كده وبحسها. لو حسيتي دقيق السميد مخرفش لسه تحت ايدك كده وخشن وواضح بزود لها سوائل. انا حطيت اللبن حطيته على مرتين، حطيت نص كوبايه في الاول واحنا بنعمل السمنه والسكر، وهنزل عليها دلوقتي بمعلقتين جوز هند علشان العجينه دي بيتحط لها محلب زي الكحك، بس انا ما بحبش المحلب. حطيت لها معلقتين جوز هند، وحطيت لها كمان ربع كوبايه لبن علشان السميد بتاعي يتفتح ويشرب من السوائل ويطرى معايا. العجينه بتاعتي فيها
دقيق سميد لازم تديها السوائل بتاعتها الكافيه، ما تحسيش السميد مخرفش تحت ايدك كده وانت بتعجني. بعد ما بخلص عجني فيها انا بركنها ترتاح على الاقل ساعتين، علشان زي ما قلت لك دقيق السميد ما يفضلش خشن معايا فيها، يشرب السوائل اللي حطيناها ويتفتح كده ويطرى. الصينيه بقى اللي هسوي فيها انا بجيبها كده، المقاس اللي انا استخدمته النهارده صينيه مقاس 30 في 40 على قد كميه العجين اللي انا عملتها. بفرش على ظهرها كده من تحت ورقه زبده او مفرش بلاستيك، وبجيب العجوه بتاعتي هي طلعت من التلاجة جامده وماسكه نفسها وكويسه قوي. هفردها بقى على المفرش البلاستيك بمقاس الصينيه. انا حطها على الصينيه بالمقلوب كده عشان تاخد مساحه الصينيه من جوه، ما تبقاش ليها حروف عاليه ولا تبقى زياده عن حرف الصينيه. بفضل ابطط فيها بايدي كده وبالمردانه، بس بايدك احسن عشان ايدك بتحس العالي والواطي في العجوه بتبقى كلها في سوا واحد. بستخدم بس المردانه علشان اخلي سطحها ناعم كده واملس، ما تبقاش متعرجه مكان صوابعي. بعد ما بفردها بمساحه الصينيه انا بشيلها بقى بالمفرش بتاعها على صينيه تانية او بدخلها التلاجة عشان تفضل ماسكه نفسها لحد ما اجي ادخلها في العجين. العجينه بتاعتي ارتاحت اهي، هاخدها بقى واقسمها نصين قد بعض بالظبط بايدي كده، وبجمع العجينه على بعضها وبقيس بايدي كده بوزن ايدي ان الحتتين العجين يبقوا قد بعض. خلاص كده على نفس المفرش البلاستيك اللي عملنا عليه العجوه هفرد دلوقتي نص العجينه، برضو بفرده بمساحه الصينيه بايدك وبططي فيها كده لحد ما تفرشيها على قد مساحه الصينيه. ايدك احسن من المردانه، هتحسي العالي والواطي وانت بتفردي وتبططيها كويس. المردانه بستخدمها في الاخر بس عشان انعم وش العجينه من فوق، ما يبقاش فيها اي تشققات ولا اي بصمات مكان صوابعي. خلاص كده برضو بسحب المفرش على صينيه تاني وبركنها في التلاجة تبرد لحد ما نخلص. هاجي بقى اعدل الصينيه وانزل بنص العجينه اللي فاضل وافرده في قعر الصينيه، ما بندهنش الصينيه اي حاجه. حطي بقى العجينه على طول على قعر الصينيه وبايدك برضو وافرديها، حسي بايدك كده العالي والواطي وخلي العجينه كلها نفس المستوى. لو العجينه مكفيه معاكي حاولي تعملي لها حرف عالي كده من عند الجناب عشان تاخد الحشوه في قلبها وتتغطى بالنص التاني تبقى كلها حته واحده. انا خلاص كده سويت العجينه كويس قوي. هنزل بقى بالعجوه بتاعتي زي ما انت شفتي كده، قلبت الصينيه بالعجوه على الصينيه بتاعه العجين وبرفع المفرش من عليها. قبل ما ترفعي المفرش اعدليها بايدك، المفرش ماسكها معاكي هتعرفي تتحكمي فيها اكتر. هي نازله معايا عدله هي على العجين. خلاص كده هاجي بقى بنص العجينه التاني نفس الحكايه بالصينيه كده وبقلب، بتنزل على العجوه. اترحلت شويه كده او كده وانت بتقلبيها عادي مش مشكله خالص بايدك واعدليها. لما تيجي تفرديها بالمردانه حطي عليها الكيس او المفرش البلاستيك اللي انت كنتي بتفرديها عليه عشان وشها يطلع متساوي معاكي. بس كده يا بنات انا دخلت العجينه كلها في بعضها بايدي كده وبساوي، وبالمردانه بحط المفرش البلاستيك وبفرد عليها لحد العجينه اللي فوق دي ما تداري كل العجوه. رحلي بايدك العجين واحده واحده كده هتداري العجوه اللي هي اترحلت معاكي. المفروض هنا بقى بنعمل لها شكل تزيين بالشوكه، او لو معاكي بنقش بتعرفي تنقشيها زي ما انت عايزه، اديها اي شكل انت عايزاه. انا عملت في الاول بالشوكه كده حسيت الشكل مش باين قوي، فجبت السكينه المشرشره دي وحاولت اعمل بيها، حسيتها برده مش قد كده. حاولت تاني بالمبشره دي الجزء اللي فيه تعرجات بتاعها ده برده الشكل ما كانش عاجبني، فحاولت كذا محاوله ان الشكل بتاعها يطلع مظبوط. هي عشان فيها بيكنج باودر كل ما بتريح شويه بتلاقي الرسمه بتاعتها طارت. قطعتها بقى بالسكينه، قطعيها بالمقاس اللي يعجبك. انا قطعتها كده مربعات، وبعد ما قطعتها عدت عليها تاني تشكيل بسكينه حلويات صغيره كده، وبدات اعمل لها حزوز كده بالورد. على كل قطعه بقى لوحدها اعمل فيها حزوز بالورد غويطه شويه عشان الرسمه بتاعتها ما تضيعش وهي بتستوي. بس كده يا بنات ودخلتها بقى على الفرن على درجه حراره 200، فرن متسخن ما بتكملش تلت ساعه في الفرن، وبتطلع معاكي في منتهى الجمال متلونه من فوق ومن تحت ومستويه. ما بتقعدش كتير في الفرن عشان ما تنشفش معاكي وتجبس كده وتبقى مش حلوه. بعيد تقسيمها تاني بسكينه الحلويات، احنا مقطعينها قبل ما تخش الفرن. انا بس باكد على التقطيعه بتاعتي وبخرجها من الصينيه عشان تبرد. شايفه جميله ازاي؟ الطريه جدا زي البسبوسه بالظبط. شايفه التسويه بتاعتها تحفه ازاي، والتمر بتاعها جميل وماسك نفسه، والتشكيله بتاعتها برضو طالعه حلو. شايفين من قلبها روعه في منتهى الجمال، طريه كده وهشه معاكي زي البسبوسه، والعجوه بتاعتها مظبوطه وطريه. ريحه القرفه مع جوز الهند مع الفانيليا مديه ريحه خطيره. حشوه المعمول ممكن تغيريها حسب ذوقك، بيتحشي بالتمر زي ما عملته النهارده، وبيتحشي بالقشطه، وبيتحشي كمان بالمكسرات. ميكس قمر كده بين المعمول وبين بسكوت العجوه، فيهم شبه كمان من المقروض الليبي، نفس المكونات تقريبا، اللي بيختلف بس الروايح اللي بنحطها لهم. بس كده يا حبايبي، يا رب الوصفه دي تكون عجبتك. قومي حالا جربيها واكتبي لي رايك في الكومنتات، وما تنسيش بقى اللايك على الفيديو واشتركي في قناتي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بعمله.